ليه زمان في اوروبا كان بيلبسوا اللون الاسود في الجنازه؟ في بعض الثقافات يعتبر ارتداء اللون الاسود في الجنازه علامه على الاحترام والتقدير تجاه المتوفي، وبيعبر عن الحزن الشديد. يعني في الاسلام مثلا في حاجه اسمها الحداد الشرعي على المتوفي، والحداد ده عباره عن ترك اللبس اللي فيه زينه زي الكحل والمكياج والذهب والملابس اللي بتدل على الفرح. في المسيحيه شايفين ارتداء اللون الاسود في الجنازه كآبه ومبالغه في الحزن. في اليهوديه بيرتدوا الملابس السوداء عادي. طيب يا فتحي ما تقول لنا ليه بقى الاوروبيين كانوا بيلبسوا الاسود في الجنازات زمان؟ اولا الدفن كان لازم يكون بالليل، وكانوا بيلبسوا الاسود كنوع من التمويه والاختفاء، لانهم وهم بيدفنوا المتوفي كانوا معتقدين ان روحه هتخرج وهتبحث عن اي جسد من الحاضرين في الجنازه وهتلبسه، فكده الروح هترجع للحياه مره تانية. فلما الروح تخرج مش هتشوف حد منهم لانهم طبعا لابسين اسود، فترجع الروح للجسد الميت مره تانية. دماغ شغاله وبتفكر يا جدعان.